ولقيت عندي بواقي حلويات وشويه فاكهه ومش عارفه طبق كاستر من بتاع الواد ياسين، والدنيا كده كل حاجه حبابي كده. فوقفت قلت طب ما انا اعمل بيهم حاجه حلوه، بدل ما هم محطوطين في التلاجة والعيال منقرزين مش عاوزين ياكلوهم وانا مش عاوزه امد ايدي عليهم، فما نغير من شكلهم شويه ونطلع منهم حاجه كويسه. طب ما احنا ساعات بنعمل بواقي اكل حادق، يعني كل يوم بيفيد عندك مثلا شويه رز، حته لحمه، مش عارفه شويه طبيخ، وبنركن نركن 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 في التلاجة، ونيجي يوم في الاسبوع نطلع ده كله وناكله. طب ما احنا نعمل كده في الحاجه الحلوه لو عندنا حاجات حلوه مركونه. فطبعا قلت ايه اعمل الموضوع ده كده ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس انا واقعه في حته دقيقه صغيره ما عرفتش يعني اسميها اسم. فالنهارده بقول لكل حبايبي اللي هيكلموني او اللي هيبعتوا لنا رسائل على الشاشه او اللي بيكتبوا لنا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، يا ريت تقولوا لي نسميها ايه، نرقي لها اسم كده مع بعض. احنا مع بعض على الخير وعلى الشر، ربنا ما يجيب لنا الشر. فنقوا مع غاليه النهارده اسم للاكله دي، نعمل لها اسم حلو كده. هي ايه بقى؟ موز، اي بقى صباعين موز عندك، شويه فراوله وكاستر، كنافه، بسبوسه، صوص شوكولاته من اللي احنا كنا عاملينه امبارح، وهنحط ده بقى كله على بعض. والاول هنعمل طبق كاستر كده حلو بسيط، طبعا كلنا بنعمل الكاستر والمهلبيه والكلام ده كله. كده لبن، هنحط شويه لبن حلوين كده برضو، دول شويه لبن كانوا فايضين عندي برضو من امبارح، ونولع عليهم. هنا معانا 3 معالق كاستر، ومعانا 3 معالق سكر، ومعانا شويه فانيليا، دول اللي هنعمل بيهم الكاستر. احنا عاوزين الكاستر خفيف شويه يعني ما يكونش تقيل. هنحط السكر كده مع اللبن، وممكن نحط كاستر كمان اقل من 3 معالق، ممكن يبقوا معلقتين بس، وندوبهم في شويه ميه صغيرين. كل حبايب غاليه يقولوا لي اسمي الاكله دي ايه، وهنشوف بقى احسن اسم ممكن يليق عليها ونعمله، يعني احسن اسم هيليق عليها نعمله. نبلهم بس بشويه ميه كده، ناخد شويه ميه بس كده على السريع نفك بيهم دول شويه الكاستر دول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. باللي يعني فكيهم بشويه ميه بشويه لبن اللي عندك. اهم حاجه ان هم ما يتحطوش بودره على طول ادام اللبن سخن. لو اللبن بارد ممكن نحط النشا او الكاستر على اللبن على طول لو بارد، لكن لو سخن لازم يتفكوا يا بلبن يا بميه كده. ست ام ياسين، السلام عليكم. صباح الفل يا ام ياسين. ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي وتعيشي. قولي لي الاكله دي اسميها ايه، انقذيني. ممكن نقول هي حلوه ولا حادق؟ لا هي حلو. بسبوسه، حته بسبوسه كانت عندي في الثلاجه، على حته كنافه، على شويه فراوله، على شويه مهلبيه. ها فكري. والله ممكن نسميها ايه؟ بواقي حلويات. ماشي ماشي. عقبال ما افكر بقى يا ست غاليه. طب شوفيني وانا بعملها وفكري تاني واكتبي لي بقى على الصفحه نسميها ايه. ماشي يا ست غاليه، والله انت كل حاجتك زي الفل، ربنا يصلح حالك يا رب. ربنا يصلح حالنا وحالك. اللهم امين يا رب. دعواتك لينا كده دايما ولعيالنا. تسلمي لنا يا ست الحبايب. الله يخليك. كان عندي سؤال كده عايزه اساله لك. امورينا. الامر لله. انا ليه لما بخلل اللبس يعني مره يطلع حلو ومره يطلع ابيض من جوه كانه مش شارب البنجر، ليه؟ انقعيه، قطعي عليه البنجر، حطي الملح والبنجر متقطع عليه ونحطيهم على قلب بعض من بالليل، البنجر هيخرط عليه مع الملح وينزل ميته وقلبه هيشرب ويبقى زي الفل. بس جيب البنجريه الصغيره مش البنجريه الكبيره اللي قلبها بيفش. فعلا البنجر تحس ان هو مره يطلع حلو وينزل لون كتير ومره يطلع كده لونه خفيف. لا هو العيب مش في البنجر، العيب بيبقى في اللفت، لان اللفتايه اللي ما بتشربش لون البنجر اللي هي الشيخه اللي بيبقى قلبها بيفش. ايوه ممكن. ما اصل مره يطلع حلو معايا ومره يطلع مش حلو. لا جربيها يطلع حلو، المره دي هيطلع حلو ان شاء الله. هيطلع من وشك حلو زي العسل ان شاء الله. ان شاء الله من ايديك يطلع حلو.
الله يخليك يا ست غاليه، عايزينك تعملي لنا الاكلات الحلوه القديمه دي بتاعت زمان. وانا يا اختي بعمل غيرها؟ ربنا اكلك زي العسل والله. والله يا ست غاليه زمان كانت امي تعمل لنا شويه محشي قربيحي، نيجي من المدرسه ناكل كده، الاكل بيبقى سكر في بقنا ونطلق كده وناكل كلنا احنا واخوات، انا واخواتي، مش دلوقتي كل واحد ياكل له في طبق. انت عارفه غاليه بيني وبينك ما بتعرفش تعمل غير الاكلات القرديح اللي على قد حالها دي، واما بقى تحب تعمل بقى ايه اكله على فرنكه شويه كده، تقوم تتلزق كده وتجيب ضيفه حلوه زي اللي جايه لنا النهارده تعمل لها بقى الاكله دي. والله احنا بنتفرج عليك يا ست غاليه عشان انت ست محترمه واكلك كله زي الفل، ربنا يديك الصحه ويخليك ولادك. تسلمي، شكرا ليكي، شرفتينا. مع ألف سلام. لو هنحط مهلبية أو كاستر على الأكلة دي بتبقى خفيفة كده كأنها كريمة، كأنها كريمة، ما تبقاش تقيلة، ونسيبها بس تبرد شوية عبال ما نقطع احنا بقى ونشوف. يا رب حد يقول لغالية نسميها ايه؟ نسميها ست الستات ولا نسميها ايه؟ يلا يا حبايب غالية بقى قولوا لي نسميها ايه؟ كده يعني انا هقول لكم عليها في الاخر اغنيه حلوه وانتوا بقى عليكم الاسم. يعني انا بجد لما لقيت عندي حته كنافه بصوا نشفت اتقدت، بصوا بخبط عليها ما بتتكسرش، فخساره ما رضيتش ارميها، لكن لما تتكسر وتتفرفط كده هي وحته بسبوسه ويخشوا في اكله كده برده مش هنرميها وهترجع ندورها. بصوا تخبطي عليها عامله ازاي، فضلت في الثلاجه لما اتقدت، فما نرميهاش، هندخلها في الاكله دي بس يا رب نلاقي لها اسم مع حبايب غاليه بقى. نقطع بقى الموز كده اي تقطيع، يعني اي تقطيع كده كده. في الاخر بقى انا هغني لها اغنيه دلع دلع، هدلعها على الاخر. الاغنيه عليا بقى انا والضيفه والاسم عليكم. كده يا رب يفرح كل حبايبنا ويفرح كل من كان، بس واحنا وسط الفرح يكفينا شر النم ويكفينا شر الكلام في الافراح وعواجيز الفرح، ولو ان دلوقتي ما بقاش عواجيز بس بقى كله بيتكلم. هنقطع كده اي تقطيع بقى بس عايزينه صغنطط شويه اهو كده. ربنا يدي الصحه للي علم غاليه حتى تقطيع الموز كده. دايما كده في الافراح نبقى في عز فرحنا ونلاقي حد كده دخل كده، اتنين حطوا بوزهم والعياذ بالله في بوز بعض ونزلوا ورك ورك ورك. طب ليه؟ ما احنا الناس فرحانه، وتلاقي اللي بيتكلم ده بعد دقيقه واحده جاي في وشك واتزغرط. يوه قال في الوش مرايه وفي القفا سلايه. مش عارفه، هنشوف الموضوع ده النهارده. هنقطع بقى كده شويه موز حلوين ومعاهم برضو شويه فراوله كده، برضو اي تقطيع اللي يجي على ايديكي. هو الموضوع كله ايه فوق بعضه، حاجه كده فوق بعضيها بدل ما نرميها. عاوزين نعمل لحبايبنا ان شاء الله كده مربى حرنكش، افتكروا جيبوا الحرنكش بقى معايا ونعمله بكره. اوديها فين كده يا استاذ هاني؟ اشيل دي كده، حيرتني والنبي انا شايلهم لك على البوتاجاز خالص اهو. بس اهو يا اخويا، وانا بقطع رجل الكيكه ده انا بقطع كده وخلاص، حاجه فوق بعضيها كده اهو كده. الفراوله في الشتاء، الفراوله الشتوي بتبقى مسكره كمان عن الفراوله بتاعت الصيف، بتبقى كده ناديه وحلوه طعمها بيبقى حلو. ان شاء الله يجعل ايامكم كده هاديه وناديه وكلها فرح يا رب من غير نميمه. هنجيب بقى الكاسات دي بقى كده، لو مؤاخذه يا استاذ هاني بقى خلاص كده انا هشتغل فيها. ادي حته الكنافه الناشفه اهي، هنفرفطها كده في القعر اهي، ونرجع نحط عليها، فاكرين صوص الشوكولاته بتاع امبارح اللي انا كنت عاملاه اهو، نفتحها بس كده. صوص الشوكولاته ده اسهل صوص شوكولاته تعمليه، تجيبي الشوكولاته المبشوره تمام، وتروحي حطها مع معلقه
زيت ومعلقتين لبن، وعلى النار من فوق كده يا دوبك تاخدي الصهد على النار من فوق، وتبتدي تسيحي فيها لحد ما تسيح، وتستعمليه مع اي حاجه تعجبك. وهنحط شويه فراوله اهو، وممكن حمام ميه، بس ايه دي طريقه اسهل شويه احسن ما تحطي ميه وتفضلي تشيلي وتحطي. هنجيب الكاستر بتاع الواد ياسين ده، نجيب بس مغرفه صغنططه كده حلوه. يلا حبايب غاليه قولوا لي اسميها ايه. هنحط حبه برده كده، ما هماش كتير، من كل حاجه ايه قطر 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 كده في الاخر. ونروح جايين حاطين حته بسبوسه حلوه، ده انتوا تاكلوها ما تتعشوش. ونروح جايين حط كده شويه برده تاني كده، ونروح جايين مدينيها شويه موز اهو. كله مفيش حاجه حد يحط سكر ولا اي حاجه خالص، هي كده فوق قلب بعضيها مانجا عنب لوحديها. ونروح حاطين برده كده شويه كاستر من فوق الوش اهو كده. يا سلام ايه ده. وتزوقي بقى، الفها لك بقى كده يا استاذ هاني اهي يا اخويا عشان انت عاوزها تتلف اهي. ونروح جايين برضو مدينها كده ايه حبه صوص شوكولاته صغيرين قطر برضو كده، خط كده بس صغنن اهو. ونروح حاطين لها بقى حته فراوليه ولا اي حاجه انتوا تحبوها. يلا بقى عاوزين نسميها اسم حبايب غالي، قولوا لي نسميها ايه. لا قنبله ايه، الشر بره وبعيد. نسميها ايه؟ اكيد النهارده حبايبي هيقولوا لي على الصفحه بتاعتي وعلى شريط الرسايل دلوقتي. ماشي، هكمل انا بقى بقيه الكاسات دي. حطوا كنافه اهو. في الفاصل هبص على الصفحه بتاعتنا، واللي بعت لي اسم حلو للاكله دي هنزحها على طول واحنا مع بعض. اللي بعت لي اسم حلو هنقول اسمه ونقول الاسم اللي هو قال عليه اهو. طب اتفضل اطلع فاصل يا استاذ هاني، وانا هكمل بقى بقيه الكاسات دي في الفاصل. فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل للاكله اللي انا مش لاقيه لها اسم، بس انا جالي على الفيسبوك دلوقتي في الفاصل اسامي كتير قوي 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 قوي. اللي قال لي الحلوه بزياده، واللي قال لي قنبله، واللي قال لي كوكتيل، واللي قال لي خلطبيطه، واللي قال لي يسميها حلاوه غاليه. بس لسه برضه هنجمع الاسامي وبعد كده نقول بقى الاسم الاخير. النهارده معانا ضيفه انا برحب بيكي قوي 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 يا استاذه شيماء، ومنورانا النهارده. ربنا يخليك. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. النهارده انا بقول لضيوفي ولحبايبي ان انا لما بحب يبقى في اكل غريبه شويه كده بحب اجيب ضيف يعملها، لان انا انت عارفه انا كل اكل كده على قد حاله، كل يعني حاجه حلوه طبعا اكيد يعني. ربنا يخليك. ولنا النهارده انت هتعملي لنا ايه، وعشان هناخد وندي مع بعض كده في موضوع بقى ايه يعني نرحرح شويتين. تمام نرحرح بقى. اول حاجه هعمل طاجن سجق. طاجن سجق. تمام. اقول المقادير بتاعته. قول. نص كيلو سجق بلدي. تمام. بطاطسايه كبيره متقطعه مكعبات. فلفل متقطع برضو طرنشات. بصلايه كبيره طرنشات. طماطمايه كبيره برضو متقطعه مكعبات. توم وزبده. وعندنا هنا جبنه شيدر هنحطها بس على الوش. على الوش بتاع الطاجن. طيب انت عاوزه بقى صينيه ولا عاوزه طاسه ولا حله؟ ماشي اي حاجه، حله ماشي تمام. عندك بقى الحلل، وانت خدي بقى اي حله تعجبك. ماشي. او اي طاسه او اي حاجه تريحك يعني. ماشي. ست هبه. حبيبتي يا غاليتي. صباح الفل يا ست هبه. ايه يا غاليتي عامله ايه الجمال ده كله يا غاليه؟ عماله تزيدي في جمال في جمال في جمال وتعملي في حاجات جميله، الواحد زهق بصراحه من كتر الجمال. ايه الجمال ده؟ ربنا يخليكي، ده انا محتاره ومنداره في ان انا اسمي الحاجه الحلوه دي ايه، مش عارفه قولي لي.
لا ده انا هقول لك على اسم بقى قنبله. لا بس مش اسمها. قولي. بصي يا ستي، عايزة معلقة انت طبعا بتعملي كل حاجه حلوه، ربنا يخليك. يعني الحاجات الحلوه والاختراعات اللي انت بتعمليها دي تجنن بجد، هي احلى حاجه ده يعني، عشان تبقي عارفه هو ده المطبخ كله يعني. ربنا فاحنا يخليك. نسميها الغوالي على اسمك. ام الغوالي. اه طب خلينا ناخد برضو الاسم، لا وهو بصراحة اسم هي حلو قوي يعني قوي، ومفيش اغلى منكم. لا ده انت ست الكل، ده احنا والله بجد ما تصوريش انت بتعملي لنا جو حلو ازاي في البيت، وكلنا بنستناكي علشان خاطر نغير المود في البيت كده ونبقى مبسوطين ونتفرج على اكله حلوه وننفذها تاني يوم يعني. ما تتصوريش بنبقى فرحانين قد ايه لما بنشوفك يا غاليه. تسلمي. انا هديكي كاس من دول تاكليه ما تتعشيش ولا تتغدي. لا ما ده ما ينفعش، ده فيه كل حاجه. النهارده بقى الاستاذه شيماء هتعمل لنا اكله حلوه كده وناخد وندي مع بعض. الصدق، بس انت عارفه في اسكندريه احنا ما بنقولش على السجق زيكم، انا بنقول صدق. صدق بالدال. صدق. بس يا غالي تعرفي انا مره عايزه احكي لك على حاجه، برضو عملت اكله كده من اختراعي. حطيت مره لحمه مفرومه متعصجه على بطاطس محمره على بيض، كسرت معاها بيض. العيال عندي سموها برق بنزين، تخيلي بقى. طب يا اختي ما تشرحي الموضوع للضيفه، قاعده بتشوح اهي، عماله تشوح شمال ويمين في الاكله بتاعتها قبل ما اولع لها الفرن. كلميها بقى يا شيماء قبل ما اولع الفرن. ازيك يا جميله، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا ايه يخليكي. الحلوه دي واصله لي لغايه اسكندريه. ربنا يخليكي، احنا بنحب اهل اسكندريه كلهم على فكره، مصيفنا المفضل. احنا بنموت فيك وتسلم ايدك مقدما، بس ربنا يعني الريحه يخليك. مبدئيا تجنن. ربنا يخليكي، تسلمي يا جميل، تسلمي لي يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي. غاليه عندي جنوستين هيموتوا عايزين يكلموكي. لا هاتيهم لي. خدي يا غاليه ومعاكي يا جانا. يلا غنوا على طول يا حلاوه الاكله الشعبيه على طول. حاضر. يا حلاوه الاكله الشعبيه بترد الروح والجذبيه. غني يا شيماء. يا حلاوه الاكله الشعبيه بترد الروح والجذبيه. يا حلاوه الاكله الشعبيه. النبي ده انتوا سكر. عسل. احنا حطينا الزبده. قفلوا بقى شيماء بقى، ده غنوا حلاوه الاكله الشعبيه. ايوه كده. اشرحي بقى انت عملتي ايه؟ انا حطيت معلقه زبده. ايوه تمام. شوحت فيها بصلايه وحته تومه صغننه والطماطم، وحطيت البطاطس. تمام. ممكن بقى احط التوابل. تمام. حبه ملح صغيره حبه ملح صغيره او حبه فلفل اسمر. انت عارفه بقى يا شيماء، يعني انا كنت لسه يا اختي هدردش بقى معاكي شويه. اتفضلي. كنت لسه بقول ربنا يديم الفرحه علينا يا رب يا رب جميعا، وما يجعلناش حد يقعد كده يقطع في فروتنا بعيد عنك. اكيد لازم في كل مكان. يعني شفت انت، انا كنت لسه بقول مثل في الوش مرايه وفي القفص اللاي. فعلا. دايما كده يعني ايه، نبقى قاعدين مثلا في فرح، يعني هم مش جايين يهنونا، جايين يتكلموا علينا. ايوه. مش كلهم يعني، مش عارفه انا كلهم. دايما ايه، احنا عندنا الاستاذ عصمت ده بقى السفير. هو في القلعه بيعمل قعدات بقى وعنده المحبين وكل الناس. تمام. بصي نسوان ورجاله وكبير وصغير وناس بسم الله ما شاء الله من الناس القبها قوي وناس على قد حالها قوي. هو بقى استاذ عصمت، وكمان بيجي له ناس من الدول العربيه. استاذ عصمت ده بقى اللي يطلع عليه ايه، زي البتاع اللي انا عملتها دي، عنده كل حاجه فيها، عنده كل حاجه مع بعضيها. يعني مثلا وانت قاعده كده تبصي كده وتفكري، تلاقي كده حد جاي مستكتر القعده واللمه الحلوه فعلا. وجاي كده ايه بعيد عنك، عاوز يعكنن على يفرق، القعده، يعكنن على القعده. عاوز يفرق بينا كده واحنا قاعدين. يقوم كده يرميلك كلمه، يقوم موسوس في ودن اللي جنبه، تقولي ايه انت بقى؟ وقدامك انت طبعا اكيد بيقول كلام كويس جدا يعني. اكيد يعني. هو عموما اللي بيقول حاجه بتترد له في الاخر. يعني لو انا بتكلم عليكي وحش مع اي حد، مسيري برضو ان الحد ده اللي انا اتكلمت معاه عليكي هيتكلم عليا انا كمان وحش. ده اساسي يعني. هي زي ما بيقولوا الدنيا دواره، يعني زي ما بنتكلم عليكي هيتكلموا عليا برضو. الله ينور عليك. طب نشوف الست نجوى، يعني ما نطمعش كده في الخلاف ولا حاجه. يا ست نجوى. ان شاء الله ما فيش خلاف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا اهل اسكندريه يا بين شطين وميه. اهلا بيكي.
اهلا بيك يا حبيبتي، والله احنا كلنا بنحبك والله هنا. شفتي؟ ونفسنا تشرفينا في اسكندريه كده وتنورينا وتيجي تزورينا والله. ان شاء الله جيلكوا. انا كنت لسه يا اختي كده عاوزاكي تتشاركي معايا انا والست شيماء في الكلام. كنت لسه بقول ممكن نبقى قاعدين كده في الفرح ولا قاعده حلوه وتلاقي حد كده جه حب يفرق بينا ورمى كلمه ويجي كده بعيد عنك وعن السامعين ينم. يا رب يا ربنا يكفينا شرهم ويعني يبعدهم عننا الناس اللي زي كده دول، يعني حاجه صعبه بصراحه. تقولي له ايه البني ادم اللي زي ده؟ هقول له اتقي الله اتقي الله، ويعني يصفي قلبه كده وينضفه. ونعم بالله ونعم بالله. والله اتقي الله، بس هو لو ثقه الله في الناس يعني هيبقى غير كده خالص، عمره ما يبص لحد ولا يتكلم على حد، كل خير يعني. بصي بقى شيماء بتعمل لك صدق. بس اكيد يعني مش زي بتاع اسكندريه يعني، علشان بس اكيد بتاعكم احلى طبعا. عندنا برضه صدق. ايوه اسكندريه بيبقى جميل برضه. ايوه حبيبتي. فعندكم بتعملوا صينيه صدق بالبطاطس يعني عاوزه 20 على 10. ايوه ازاي انت برضه بتعملي حاجات جميله يا ست غاليه. انا كنت بطلبك عشان اقول لك على اسم الاكله الحلوه اللي انت عاملاها النهارده. تسلمي. بس انا خلاص كده اتخرجت من الجامعه بقيت اتكلم زي الاسكندرانيه. ايوه عليكي قلت صدق اهو. شرفتينا بالنسبه للاكله اللي انت الله يخليكي، بالنسبه للاكله اللي انت عاملاها اللي هي البواقي دي ممكن تسميها سكرانس الست غاليه. سكالانس الست غاليه ماشي. او سكرانس ام ياسين، او سكرانس ام ياسين، حلو برضه الاسم ده. النبي انت اسمك حلو. ايه رايك انا هسميه سكالانس من ريحه الاسكندرانيه؟ هو خلاص بقت سكالانس الست غاليه. خلاص يبقى صح كده جميل. ولا اقول لك نشيل الست غاليه، نشيل الست غاليه ونسميها سكالانس حبايب غاليه. وماله حلو برضه، بس يا ربنا يا رب يخلي غاليه واسم غاليه يا رب. تسلمي عشان انتوا كلكم حبايب. خلاص اكتبوا على الشاشه ده هنسميه سكالانس حبايب غاليه. الله يكرمك الله يخليك يا رب. حبايبي كلكم تسلمي. شرفتينا. قلنا بقى يا ست انت عاوزه ايه بقى تاني؟ عايزه بس احط حبه ميه صغيره واغطيه بقى. حاضر. يبقى ياخد كده 5 كده على النار، وبعد كده ايه احطه في الطاجن. طيب خدي بس كده. اتفضلي. انا حاولت اعمله على قد ما اقدر يبقى ايه يعني. قولي بقى اكلتك كده انت عملتيها ازاي؟ طبقتيها ازاي كده؟ تمام. حطيت معلقه زبده من الاول بقى للاخر. ماشي. حطيت معلقه زبده. ايوه. حطيت عليها البصله، حطيت عليها الثوم، بعد كده نزلت بالبطاطس، وبعد كده الفلفل، وبعد كده قلبتهم وتبلتهم بملح وفلفل، وبعدين نزلت بالسجق. وهتسيبوهم ياخدوا غلوه؟ ياخدوا غلوه كده على النار، وبعد كده نحطهم في الطاجن ونبقى نديهم شويه جبنه شيدر كده على الوش يخشوا الفرن. تخلي شكله حلو كده اهو. بس كده. يعني احنا هيستووا في ميتهم ولا هتصفي ميتهم؟ لا مش هصفيها، يعني هو السجق هينزل شويه ميه. تمام. على حبه الميه اللي احنا حاطين يستوي شويه على النار، بعد كده ياخد بقى شويه في الفرن كمان زي الفل. تمام. طيب نشوف. كان معانا حد على التليفون قالوا لي. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل بقى ونشوف. اكتبوا لي برضو، اكتبوا لي لسه معانا نشوف برضو هنسمي ايه تاني، يمكن نسميها كل حاجه. فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل. بنزوق سكالانس حبايب غاليه، والست شيماء عملت لنا الطاجن كده. احنا امان نحطه في الفرن. طب عندك الطاجن اهو، هاتي بقى وصبي عشان تقولي لنا على الاكله الثانيه الجامده الحلوه دي برضه. ست تقوى من الاردن بتقول لي يا غاليه سمي الاكله دي غاليه 7 ستار. وكاتبالي كده على شريط الرسايل كتير قوي قوي قوي. والله انتوا كلكم حبايبي، وغاليه لا تنفع تبقى 7 ستار ولا حتى 1 ستار. هي حلوه قوي كده ببواقي الاكل. يعني ده انا باين عليا كده، يعني مش عارفه انا اخترعت ايه. شكلها جميل جدا على فكره. يعني هجربها لاولادي على فكره. بصي انا لميت كل الحاجات اللي كانت عندي في الثلاجه صراحه، استخسرتها ورحت قلت اما اعملها حاجه للعيال ياكلوها. يا اختي الدنيا شتاء والعيال بتجوع والشتاء لمام. صح صح. وهم فعلا ما فقلت ياكلوا اي حاجه، فكلوها ما تعشوش، وفروا طاقه. اكذب عليكي حاجه حلوه. بس قولي لي. نعم.
طب ناخد الست شيماء عشان دي من جنوب سيناء وهقول لك بقى تقولي لي ايه. ماشي. ست شيماء. الو، السلام عليكم. صباح الفل يا ست شيماء. اهلا وسهلا ست غاليه. انقذيني وقولي لي، جات لي رساله من حبايبنا في الاردن بيقولوا لي سميها غاليه سيفن ستار. قولي لي ايه سيفن ستار؟ انا الصراحه نقيت اسم بردك، انا سميته حلاوه الكاستر. حلاوه الكاستر. عشان هو اول ما بدانا اللي احنا عملنا الكاستر يعني. حلوه برضو، حلوه. سميته حلاوه الكاستر. حلوه. وانت طبعا ما بتعمليش الا الحاجه الحلوه، وانت ست حلوه وعلى فكره انا اول مره اكلم حد على التلفزيون. ده من حظ غاليه الحلو وحلاوه كل حبايب غاليه دي. ده من حظي انا. انت من جنوب سيناء؟ ايوه انا من جنوب سيناء. طب شوفي النهارده بقى شيماء هتشرح لنا اكله. انت عندك اطفال؟ عندي 4. صلاة النبي احسن. عندي زينب ويوسف وعبد الرحمن ونبيلة. الله اكبر، ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليكي حبيبة قلبي. ربنا يخليهم لك ويبعد عنهم الوحش. الله يخليكي يا حبيبة قلبي. انا طالبة منك خدمة، انت تدعي لي دعوة كده ربنا يهدي لي جوزي ويهدينا يا رب. يا رب يهديهولك بحق جاه النبي، ويقول لك امشي اتكلمي لما اسمعك وامشي لما انظرك. قولي امين. اللهم امين يا رب. شرفتينا. خديها وسريها بقى الكلمة دي. شكرا ليكي. قولي لنا بقى انت هتعملي النهارده ايه بقى يا ست شيماء؟ ده رول الفراخ بالخضار. رول فراخ بالخضار. طب انت قلتي ده يمشي مع الاطفال ويمشي اكله بارده. طب اشرحوا لنا ده بقى بالظبط، عشان العيال الصغيره بتحب تجيب اللانشون من بره والحاجات دي. دوت بس قولي المقادير بالظبط بقى. ماشي. ده كيلو صدور فراخ. ماشي. بفرمها كويس جدا مع بصلايه، يعني انا فرمه على دي بصله. تمام. بعد كده بقى بحط لها التوابل بتاعتها. خلاص. بحط بس معلقه نشا على اساس يمسك الرول. ماشي. دي معلقه كاري، معلقه بهارات فراخ، دي بتبقى من عند العطار، بتبقى اسمها بهارات فراخ. تمام. بتبقى حلوه جدا برضو. ومعلقه بابريكا ورشه فلفل اسمر. ايوه. تمام. بعد كده بقى بعجنهم. تعجنيهم. يخشوا بقى، بس لازم تبقى ناعمه قوي، المفروض هي ناعمه جدا. يعني في الكبه يا ريت لو يبقى في الكبه يبقى كويس جدا. واللي ما عندهوش كبه فرمها في بتاعه الخلاط. انا بفرم في بتاعه الخلاط اللي بفرم فيها الكمون والفلفل. ماشي. بس تحط حبه صغيره علشان ما تتحرقش. حبه بحبه. تمام. بعجنهم كويس كده. تمام زي الفل. ماشي. طب وانت بتعجني بقى كده عبال ما تعجني. تمام. نكمل بقى الموضوع بتاعنا. ماشي. تمام. بس عاوزاكي بقى تتكلمي معايا وتفيديني برضه. يعني البني ادم، لما انت قلتي كلمه حكمه، ان البني ادم لو اتكلم عليك، لو وصل لك كلمه تعرف ان هو برضه هيجي عليه يوم يتكلم عليك مع حد تاني. طبعا. فعلا. فعلا. اصلها حصلت معانا كتير يعني. زي ايه بقى؟ قولي لي. ان احنا مثلا ابقى انا مثلا حد كويس عندي جدا وبحبه جدا ويبقى كويس معايا وكده، وارجع برضو اعرف من اتجاه تاني ان هو اتكلم عليا واتكلم على الناس اللي هو بيتكلم عليهم دول، فهي بتبقى يعني لفه يعني. الا اذا بقى بتختلف في التربيه بقى. ان انا ابقى متربيه ان انا ما انقلش كلام، ان انا ما نمش على حد، فهي بتبقى حسب التربيه برضو. انا بعتقد انها حسب التربيه. طب انت عارفه بقى يا ست الكل ان اللي بينام ذنبه زي اللي بيسمع النميمه. طبعا. يعني ما تسمعيش لا للحلو ولا للوحش، لان انت بتشيل الذنب معاه. فعلا الواحد بيشيل الذنب فعلا. ربنا يبعد عننا النميمه يا رب. تمام. عارفه لما حد يجي ينملك على حبايبك تعرفي ان القرايب حبايب. وهنشوف الست ام كريم هتقول ايه. ست ام كريم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست ام كريم. ازيك يا ستي؟ اهلا بالكفوف البيضة والقلوب البيضة، اهل اسوان الكرام. انا بحبك جدا 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 ومتابعاكي من اول حلقتك والله يا ست غاليه. تسلمي لنا وانتوا على راسنا. الله يخليك يا ست غاليه. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انتوا بقى الناس اللي قلبكم ابيض وما عندكوش نميمه خالص. الناس بقى بتوع اسوان دول.
ما يعرفوش النميمه ابدا. طيبين جدا فعلا. الابيض انت والله. الله يخليك. انتوا بلد جميله. الله يخليك يا رب، والله كل اسوان هنا بتحبك جدا. انتوا بلد ما تعرفوش النميمه ولا الكلمه الوحشه. الله يخليك يا ست غاليه يا رب. بسم الله عليكم وعلى اخبار قلوبكم. ياسين واولادك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. الله يخليك يا ست غاليه. انا بقى هسمي الطبق النهارده اسم كده. قولي. هسميه طبق غاليه المتواضع لاحبائها الغاليين. زي الفل. حلو. انا احترت من كتر الاسامي الحلوه. ما انت ما فيش احلى منك يا ست غاليه والله. ده انتوا مفيش احسن من قلوبكم البيضه اللي زي القشطه، ده انتوا بافته بيضه من جوه. الله يخليك يا ست غاليه يا رب، الله يبارك لك. وانا معايا جوزي يعني من اشد المعجبين بيكي، وصراحه كل ما يجي البرنامج لازم يفتح ويشغل ومتابع معايا صراحه البرنامج. قولي له غاليه هتجيلك اسوان قريب وهتيجي تقعد عندكم في البيوت الملونه يا الحلوه. ريت والله تشرفينا اسوان، تشرف وتنور بيكي والله يا ست غاليه. تسلمي. عندك ولاد؟ عندي كريم، هو اول ليا ده. ربنا يخلي ويبارك. الله يخليك يا ست غالية يا رب، ويبارك لك ويخلي لك يا رب، ودايما كده من تفوق لتفوق ونجاح، واحبينك يزيدوا كمان وكمان يا رب ان شاء الله. تسلمي 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 تسلمي. الله يخليك يا ست غالية. هاتي بقى كريم جنبك بعد ما تقفلي عشان اقول له بقين كده يحطهم حلقه في ودنه. شرفتينا. جوزي بقى عايز يسلم عليك. هاتي جوزك. هاتيه. معلش يا سماء. انت بقى كلميه يا شيماء. شيماء. انت بقى كلميه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. كل سنه وانت طيب وهلا. وانت طيب وبخير. انت رجع. احسن نتيجه نتائج الصور فعلا. انت ست محترمه ولذيذه جدا جدا جدا. تسلم ويسلم لنا اصلك. ربنا يخليك. ربنا يخلي لك مراتك ويطرح لك فيها البركه وتجيب لك بدل العيل 4 ويبقوا عزوتك وظهرك. ويخليكي كله نشوف اصلا نفسي تيجي اسوان. ربنا يخليك ويبارك لنا فيك. انتوا النهر وانتوا السند. يا عم تعالى رئيس الجمهوريه يجي اسوان، انت ليه مش عاوز تيجي اسوان؟ هاجيلكوا على عيني. هو انا يعني وانا طول على عيني. حاضر. ده اللي شايل البرنامج ده على كتافه واحد اسواني وتت. قول بس كده، قول له خد غاليه وديها اسوان، هو هياخدني على طول. عم ناصر عبدون ده بقى اسواني اصلي، هو اللي يا سيخ يرضى علينا وياخدنا ويودينا. قول امين. قولي امين. امين يا رب، اللهم امين. شرفتنا. قولي لنا بقى هتعملي ايه بعد ما عجناهم في بعض؟ بعد ما عجناهم عايز بس نقطه زيت ادهن عندنا بكر اللي هو الاسترتش ده، البلاستيك. اللي هو انت البلاستيك. هتحطيها في ميه على النار؟ هحطها في طب ميه. احط لك قطر ميه؟ ماشي. حاضر. بسم. لا ممكن تفتحي لي لا خلاص. طيب احنا عاوزين فاصل. استني ما تعمليش حاجه. ماشي. هي هنطلع فاصل ونيجي، بس قبل ما نطلع فاصل الاستاذ احمد من السويس قال لي يا غاليه سمي الاكله دي دلع كرشك. فاصل وراجعين. دلع كرشك. رجعنا تاني بعد الفاصل ومعانا بقى الاستاذه شيماء. شوف هتعمل لنا بقى الرول ده ازاي. هحط نقطه زيت بس. ماشي. عشان الفراخ ما تلزقش على الورق البلاستيك ده. هو الورق ده مش هيسيح في الفرن ولا في السوا ولا اي حاجه؟ لا لان انا بعد كده هلفها في فويل. في ورق فويل. تمام. طيب هطلع لك انا الطاجن من الفرن. ماشي. بتسلم ايديك. هنطلع الطاجن من الفرن اهو عشان هو خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. نطفي بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي تسلم ايدك. يا رب يخليك. طلع بصي بيطشطش اهو. الله عليه. جميل وحلو قوي. تسلم ايديكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تسلمي. على الطاجن اهو زي الفل. انا فردت الفراخ ده بقى هحط عليها خضار. ده بسله وجزر وفلفل الوان. ايوه. وعليها زعتر. قولي لنا بقى هتحشيه ايه؟ هحشي جزر وبسله وفلفل الوان، عليهم رشه زعتر بس مديهم سوتيه كده على في معلقه زبده على النار. يعني مسويها تشويحه يعني. سوا. تشويحه.
تمام. هيبقوا في النص؟ لا هحطها، احاول على قد ما اقدر كده ان انا احطها على الحرف شويه. الله اكبر عليكي. تمام. تمام. بعد كده هنمسك طرف الاسترتش ونحاول ايه تبرمي نقفل. الله، بتدكيه ببعضه يعني؟ بقفله كده على قد ما اقدر، احاول اقفله من الطروف من هنا. تمام. من الناحيه التانية يبقى زي شكل اسطواني كده، واحاول افرغ منه الهواء على قد ما اقدر. بعد كده هلفه بقى في فويل. تمام. الله اكبر، ما شاء الله. تمام. بيقولوا لي شبه عرق اللحمه، يبقى عامل زي شبه زي عرق اللحمه الفيليتو. تمام. برضو ايه هتك عليه كده على قد ما اقدر، يعني واحنا بنلف ندق. على اساس نفرغ الهواء منه. تمام. وبلفهم عكس بعض كده، عكس بعض. خلاص. تمام. بالراحه كده اهو. تمام كده. هاخده برضو واحده كمان علشان ايه لما يتسلق نتاكد ان ما دخلش جوه ميه. اهم حاجه انه ما يخشش جوه ميه. طبعا. لو دخل جوه ميه شكرا. ست ام ايمن. الو. اهلا وسهلا يا ست ام ايمن. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا ست الكل. دي مامتي. والله طب ناكل بعض بقى، يعني اللي داخل بالكم خسران. لا يا حبيبه قلبي، انت الخير والبركه. ربنا يخليكي. ربنا يحسن ما بين ايديكي وما بين ايديها يا رب، ويجعلكم دايما في الاعالى كده باذن الله. تسلمي وتعيشي يا ست الحبايب. تسلمي. ربنا يبارك لك يا ست غاليه يا رب. ارجو انها تكون شرفتني. ده هي زين ما ربيتي. فلفل اسمر يا رب يخليك يا رب يخليك يا رب، ويخلي لك ياسين. تسلمي ويخلي لك اللي عندك. انا عندي ياسين على فكره برضه. انا كنت هبقى محتاجه حاجه اكبر بس مش مشكله، كل شويه هنقلبه. يعني احنا ممكن ننقله في حاجه واسعه ماشي. صينيه. عايزه حاجه اكبر من كده شويه. تمام. انا حطيت عليها فلفل اسمر وحبهان. طيب. تمام. اهو خدي صينيه. يعني احنا ما نعملوش في حله. ست ام ايمن. ايوه يا حبيبتي. شوفي بقى بنتك قالت لي اهو احنا مش هينفع نسلقه في حله، نسلقه في صينيه عشان ايه ما تتكرمش. ايوه صح يا حبيبتي، هو كده صح. على فكره بقى ماما عندنا في العيله كلها بقى معروفه باحلى الاكلات. يعني انا قبل ما اتجوز ما كنتش بعرف اعمل حاجه، وواحده واحده كده فضلت ورايا لحد ما بقيت تمام يعني. النبي يا ست ام ايمن انت ام العقل كده، وست عسل كده وكبره ورزينه. قولي لي انت ايه رايك بقى في الناس الوحشه اللي يقعدوا كده ينموا كده؟ والله انا هقول لك حاجه يا ست غاليه، هو اولا في الاول وفي الاخر كل واحد بيرجع لتربيته في بيت اهله. فالواحد يتجنب الناس دي، ده احسن حاجه علشان خاطر حتى ما نركبش وزر معاهم يعني ما نسمعش للوحش. لا ما نسمعش، لا نسد وداننا ونغمض عينينا، احنا ما لناش صالح لحد. يعني الواحد الحمد لله رب العالمين يكفينا شر يا رب الحاجات دي كلها، ويكفينا شر الناس دي يا رب. تسلمي لنا يا ست الكل. شرفتينا يا ست ام ايمن النهارده. انت طبعا اشرحي بقى ان انت بتحطيه في الثلاجه هتقطعيه ازاي؟ بعد ما عشان احنا فاضل معانا 4 دقايق. ماشي. انا بحطه بس الاول في النار ياخد نص ساعه على الوش ده، ونص ساعه اقلبه على الناحيه الثانيه يعني يستوي. كده بقى بعد ما استوى. بيتحط في الثلاجه قد ايه؟ يعني من 3 ل 4 ساعات، مش اقل من كده. 3-4 ساعات؟ علشان اضمن ان هو يعني بعد ما بيستوي وبتخرجيه من الصينيه بتحطيه في الثلاجه 3-4 ساعات عشان يجمد كده. عشان تعرفي تقطعيه. علشان اعرف اقطعه. وبرده يبقى ماسك نفسه وما يتفرمتش مننا. طيب تمام. انا اقطعي بقى انت وحطي هنا. ماشي. تمام. انا بشيلك بس تحت. اهو. تمام كده. انت عارفه يا شيماء وانت بتقطعي كده نحمد ربنا ان ربنا ادانا ودنين، وكل الاطفال الصغنطاطين اللي سامعين غاليه يسمعوا الحكايه دي. نحمد ربنا ان ربنا مدينا ودنين، ودن لو سمعنا منها الوحش الودن التانيه تخرجه كاننا ما سمعناهوش. يعني نحمد ربنا على نعمته.
الله عليك. يعني دايما كده الحلو نخليه في دماغنا والوحش نطلعه نرميه من الناحيه الثانيه. قولي بقى قطعتيه ازاي؟ او بقطعه بسكينه كده حاميه شويه. تمام. بقطعه كده يعني طرنشات تخينه شويه. تخينه. اه احنا بقى ايه اقتصاديا بقى هو المفروض بنعمل له ايه زي صوص كده، بس احنا هنعمل له ايه زي تغميسه كده، زبادي ومايونيز وكاتشب وعليهم فلفل اسمر. يعني على فكره الاطفال هيحبوها جدا وياكلوا فيها الخضار بقى، عشان طبعا عندنا الاطفال ما بيحبوش الخضار. فاحنا ايه ندخل لهم الخضار في اي حاجه. ما شاء الله. حلوه وحلوه قوي. دي طلعت معاكي، دي طلعت بقى بتضحك عينين وبق بيضحك اهي. طلعت عينين وبق بيضحك. اهي عينين وبق بيضحك. شوفي بقى حزينه حلوه، تحطيها بقى في النص. ماشي. ممكن بقى ست اماني رصي وعندك الحاجه اعملي اللي انت عاوزاه. تمام. عليكم السلام يا ست اماني. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله احنا بخير. بصي غاليه سمت الاكله دي بقى في الاخر كده البيجي طرطور حماده بيروح ويجي. انت جميله واكلك جميل، وبالذات بقى الكوكتيل اللي عملتيه في الاول. اللي احنا قاعدين ندور لها على اسم. لا اسمه كوكتيل فواكه على حلويات. ماشي. انا عايزه اهدي هدايا لماما. اتفضلي. بمناسبه عيد ميلادها النهارده. ان شاء الله يا رب كل سنه وهي طيبه. اقول لها كل سنه وانت طيبه وعقبال 100 سنه ان شاء الله. يا رب عقبال 100 سنه ويخليها لك. ماشي يا ست غاليه، متشكره قوي. شكرا ليكي شرفتينا. الف سلامه. هاتي لي بقى ده نحطه جنب اخواته. ماشي. الله عليه طلع رول شكله حلو قوي. طب انا هنقل لك ده يا استاذ عشان ده اعلى شويه اهو. نحط دول جنب دول بس كده يا ميشو. ايه رايك يا ميشو؟ تمام كده؟ هلا انا اتعلمت، ما هو كتر الحزن يعلم البكا. احنا النهارده مبسوطه قوي ان انا معاكم، وما زلت بقول لحبايب غاليه خلوكم معانا على الصفحه بتاعتنا وقولوا لنا برضو تحبوا نسمي الاكله دي ايه، وهنعمل حاجات كتير كده برضو وانتوا تسموها. والنهارده كنت بتشرف قوي 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 بشيماء وبالاكلات الحلوه اللي هي عملتها، الاكلات الخفيفه الجميله دي. ونشوفكم ان شاء الله بكره على خير مع كل حبايب غاليه، وخليها السقلانس حبايب غاليه. اشوفكم على خير.